احلى فلوس انت تقدر تعملها من شركات النقل الذكي لما عربيتك تكون غاز. لو عربيتك مش غاز صدقني مش هتعرف تعمل جنيه من شركات النقل الذكي. او بالمعنى الاصح عشان ما حدش بس يفتكر كلامي غلط، مش حكايه مش هتعرف تعمل جنيه، لا انت يا دوبك هتجيب مصاريفك بس، وهتجيب ايه يعني هتجيب مصاريفك. لكن عشان خاطر تعمل فلوس وتحوش، تعمل فلوس وتحوش وتظبط حالك، لازم عربيتك تبقى غاز. عربيتك ما بقتش غاز او معرفتش تحولها غاز، صدقني انت هتتعب، هتتعب قوي. لان هتلاقي نفسك مثلا يعني حاطط بنزين مش اقل مثلا في اليوم، لو انت مثلا حرقت 8 ساعات 12 ساعة مش اقل مثلا، يعني يوم ما تقول ممكن تحط ب 450. ده انت لو اشتغلت مثلا 8 ساعات هتلاقي نفسك حاطط بالرقم ده. اما لو غاز هتلاقي نفسك حاطط ب 150 ب 250. ده انت لو اشتغلت 8 ساعات 10 ساعات يبقى انت وفرت كام؟ هتوفر فلوس كتير قوي. ركزوا يا جماعه، لان الشغل عامه في شركات النقل الذكي، العربيات اللي بتكسب الخطيفه اللي بيخطفوا ليه؟ لان عربياتهم غاز، فكده كده مش فارق معاهم. هم مش فارق معاهم، العربيات بتاعتهم غاز فمش فارق معاهم، بيوفروا. تحياتي للجميع.